السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم تيبوا بالدجاج بطريقه بزاف تجي بنينه وتوال محطه في طبق رمضاني. توال محطه في رمضان تجي بزاف بنينه. هنا قررت نطيب في طنجره تاع الطين. هنا طنجره تاع الطين تجي معروف باللي الماكله تاعهم تجي فريمون بنينه. درت مرسو تاع زبده والقليل من الزيت، وجبت بصله قطعتها مكعبات صغيره وضفتها الى القدره، ودرت الملح حسب الرغبه بيان سور. هنا راني نقلي هذاك البصل، ومن بعد نجيب قطع تاع الدجاج. هنا عندي نصف صدر كامل على حسب واش حبيتو ديرو. مام اللي حبي يديرها باللحم يديرها باللحم بالطبع. انا درتها بصدر الدجاج. وهنا درت القليل من الماء باش يتقلى باسكو دي فوا تحرق الطنجره، تما درت شويه تاع الماء باش ما يتحرقوناش المكونات. هنا ضفت الفلفل وشويه قرفه، عود تاع قرفه، ولا ما عندكمش عود قرفه تقدروا تواسيو رشه تاع قرفه وفقط. هنا التيبون نحطها في هذه المرحله بعد ما تقلى لي شويه ذاك البصل. نديرو التيبو تاعنا في هذه المرحله. وهنا ضفت لها حبه جزر تطلق الحلاوه تاعها. ميم طون ديك التيبو اللي ما كانتش حلوه تولي تطلق عليها الحلاوه، يعني يجي بنينه. وبيان سور درت لها رشه تاع معدنوس ونقليوها في هذه المرحله. بعد ما تقلات شويه ضفت لها ماء مغلي وخليتها تطيب. بيان سور الطنجره تاع الطين لازم كلش سخون في سخون سينو تترتق. الوغ درت لها الماء مغلي اي فوالا، نغلقوها ونخليوها الطيب. هنا بعد ما طابت جبت بلاطو يدخل للفور، نحط نصف الكميه تاع هاد المرق تاعنا نحطوها في الفور. هنا بيان سور كان طاب لنا، نديرو في بلاطو، نحط نفقس 3 حبات بيض او 4 على كيما حبيتو. ومن الافضل تفقسوهم وما يكونوا حبات. هذه هي. انا درت 3 حبات بيض وزعتهم في ذاك البلاطو، وبيان سور وديت من المرق اللي طابت فيه الدجاج. ابخي ندخلوه في الفور يتحمر وذاك البيض يطيب. هو كما قلت لكم نورمالمون البيضات يجيو كل حبه حبه، فوالا يجي في المنظر تاعو يجي بلوس شباب. الوغ هنا كان تحمر والمرقه شغل اختارت ولا حتى ولا يبان معسل تري بيان بنين. وانا من الجهه كنت خليت ديجا لاصوص اللي حبي يزيد يعمر وكاين يحبوا يغمسوا يعمروا مع اكوتي لهذا مع الدجاجيتو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني وامتي كومونتير تمدوا لي رايكم. وهذه هي، مع السلامه.